أنا اسمي هدى، عندي 28 سنة، متجوزة كريم من 3 سنين. كريم بيشتغل مهندس وأنا كنت مدرسة بس قعدت من الشغل لما خلفت بنتي ليلى. دلوقتي عندها سنتين، حتة من قلبي وبحبها قوي. وحماتي اسمها الحاجة سعاد، ست طيبة في الأصل بس دماغها قديمة شوية. من أول ما اتخطبنا وهي شايفة إن ابنها ده ملكية خاصة. يوم الفرح قالت لي في ودني: خدي بالك من كريم، ده كان متدلع وأنا اللي مربيه على إيدي. سكت وضحكت، قلت ست كبيرة وفرحانة بابنها. بس بعد الجواز بأسبوع لقيت كريم بيديها نسخة من المفتاح شقتنا. اتصدمت. قال لي: يا هدى، ماما ساكنة في الشارع اللي ورانا، لو احتاجنا حاجة هتجيلنا بسرعة، ولو عيانين أو مسافرين هتاخد بالها من الشقة. بلعتها وقلت يمكن عنده حق. أول 6 شهور كانت بتيجي كل يوم 3 كده، كل يومين 3 كده، ايه تجيب أكل، تقعد شوية وتمشي. كنت مبسوطة بيها والله، بس تقول ايه وكانت بتقول لي يا بنتي ويا حبيبتي وكده. بس بعد ما خلفت ليلى الوضع اتقلب 180 درجة. بقت بتيجي كل يوم الساعة 8 الصبح بالظبط، وانا ببقى سهرانة انا وجوزي وبنتي وكده، وبنتي لسه صغيرة. وانتوا عارفين ان العيال الصغيرة في الاول ما بتبقاش نومها متظبط، فغصب عننا بنسهر يعني. وانا لسه صاحية ومكركبة شعري ومنكوشة، وليلى بتعيط، هتلاقيها بتفتح المفتاح، مفتاح شقتي. ايه ده، انت لسه نايمة؟ البت بتعيط من بدري. مرة دخلت لقيت الغسيل بتاعي متكون في البانيو. قامت رايحة من نفسها غسلته ونشرته. ورجعت من عند الدكتور لقيتها نشرة غسيل الداخلي في البلكونة اللي على الشارع العمومي، واتكسفت من نفسي قوي. اشتكيت لكريم، قال لي: يا ستي ده بتساعدك، احمد ربنا، غيرك حماته بتكرهه. قلت له قلت له: تساعدنا لما اطلب، مش تقتحم بيتي. زعل مني وقال لي: انت نكره للجميل. الموضوع بقى اسوأ من الاول. بقت تعلق على كل حاجه: الاكل ده مالح، انتي تخينه كده ليه، انت تخنتي ليه، ليه البت ضعيفه، انت ما بتاكلهاش ليه، بتلبسي البناطيل في البيت. لحد ما جه اليوم الاسود. كنت عند الدكتور بالليل وحرارة بنتي 39. رجعت هلكانة وعايزة أنيم البنت وأنام جنبها. فتحت باب الشقة لقيت صوت خبط في أوضة النوم. جريت لقيت حماتي قاعدة وفاتحة دولابي، وكل هدومي مرمية على الأرض وعلى السرير. قمصان النوم وعبايات البيت بتاعتي، حتى شنطة المكياج مفتوحة. وهي ماسكة قميص النوم بتاعي الأحمر اللي كنت جايباه في عيد جوازنا، وبتبصله بقرف كده. بصت لي وقالت لي: ايه القرف ده؟ انت بتلبسي كده لجوزك؟ عايزه تجيبي لابن السكر؟ الرجاله عينهم زايغه، وبعدين دولابك كله مكركب. انا قلت اروقهولك. انا حسيت الدنيا اسودت في وشي. بنتي السخنه اللي على كتفي، والست اللي بتنتهك اوضتي وبتعيب في هدومي وبتعيب على هدومي اللي جوزي نفسه بيحبها. صرخت فيها بأعلى صوت: اطلعي بره، ده اوضتي وده حاجتي، انت ازاي تتجرأي؟ مين اداكي الحق تفتحي دولابي؟ راحت مسقطه القميص اللي في ايديها، وقعته يعني على الارض. وبتعيط بصوت عالي: بقى انا يا هدى اللي انا كنت بعتبرك زي بنت تطردني من شقتي مني؟ ماشي يا بنت الاصول. مسكت تليفونها وكلمت كريم: تعالى يا كريم، شوف مراتك بتطردني وبتهني في بيتي. كريم جه بعد 10 دقايق، وشه احمر. امه قاعده تعيط وتمسح دموعها. اول ما شافني صرخ: انت اتجننتي؟ ازاي تعلي صوتك على امي؟ اعتذري حالا. بصت له كده وانا بترعش: اعتذر بعد ما فتح الدولاب ورمت هدومه في الارض؟ قال لي: وايه يعني، ده زي امك، كانت بتنضف لك. ساعتها بس فهمت ان انا لوحدي. شلت ليلى اللي كانت بتعيط من الزعيق، وكانت طبعا سخنه، لميت هدومي من على الارض في شنطة وخدت بعضه ومشيت على بيت أمي. 3 أيام لا برد عليه ولا على أمه. أمه قالت لي: يا بنتي، بنت بيتك أهم، بيتك وبنتك أهم، بس لازم تحط حدود من غير ما تهد بيتك. رابع يوم كريم جه عينه حمرة من قلة النوم. قال لي: أم غلطانة، بس طريقتك كانت صعبة. قلت له وأنا ببص في عينه: يا كريم، أنا بحبك وبحترم أهلك، بس بيتي دي مملكتي، سريري ودولابي دول عرضي. لو ما اوضه نومي دي وسريري ودولابي دي الامان بتاعي. لو ما لقيتش الامان اروح فين؟ المفتاح لازم يرجع. وتيجي وتيجي عندك في بيتنا اهلا وسهلا وعلى راسي، بس تخبط وتستأذن، يا كده يا تطلقني وتاخد بنتك، لاني مش هعيش مذلوله. دمع وقال: حاضر يا هدى، حقك عليا. تاني يوم راح لامه واخد منها المفتاح بالذوق، وقال لها: يا امي، هدى زي اختي،
مني تحب حد يدخل اوضتها كده، البيوت حرمة. زعلت شهر بحاله، لا كلمتني ولا شافت ليلى. كنت بموت كل يوم، بس كنت ثابتة على موقفي. بعد شهر لقيتها بتخبط على الباب، فتحت لقيتها شايلة عروسة الليلة وطبق محشي. قالت لي سامحيني يا بنتي، كبرت وخرفت بيتك يا بنتي، وده ليكي الحق فيه. انا كنت فاكرة اني بحمي ابني. حضنتها وعيطنا احنا الاتنين. من ساعتها وهي بقت تستأذن قبل ما تيجي، ولو جيت وانا مش مظبطة البيت تضحك وتقول لي قوم روقي نفسك وانا هشيل البيت. بقت حماتي صاحبتي. العبرة يا جماعة ان الاهل على راسنا، بس كل بيت وله باب، والباب له مفتاح، والمفتاح صاحب واحد بس، هو صاحب البيت اللي يبقى معاه المفتاح. والاحترام هو اللي بيبني البيوت، مش العشم الزيادة العشم الزيادة هو اللي بيهدها. وهي دي كانت قصة مبعوتالي على الماسنجر. واحدة بتشتكي يعني، وقالت لي برضو ايه ان هو ده الحل، والحمد لله المشكلة اتحلت. بس حبيت اشارككم القصة دي وانا بغسل الاطباق مع حموزة اللزوزة. صح يا حموزة؟ صح. ايوه. متنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة عشان القناة تكبر. ماشي؟ صح يا حموزة؟ اه. ايه رأيك بقى في القصة بتاعتنا بتاعت كريم؟ حلو. حلوة. حلو. هو بس ايه يا حموزة، انا بس عايزة افهم حاجة. مم. انا عن نفسي لو انا في المشكلة دي، انا مش هخلي حد يبقى معاه المفتاح الشقة بتاعي. صح ولا لا؟ صح. مفروض الشقة يبقى الزوج اللي معاه مفتاح والزوجة بس. يعني ما ينفعش اكون انا نايمة والاقي حماتي واقفة لي جنبي، او في المطبخ، او انا في مشوار مثلا ورجعت لقيتها قاعدة في البيت بتدور في هدومي وتدور في تلاجتي وتدور في الكلام ده. ما ينفعش. وده اللي بيحصل ايه المشاكل بسبب كده. صح يا حموزة؟ مم. وطبعا في الاول وفي الاخر هو كل مشكلة ولها حل. مم. صح يا حمزة؟ ايوه. يعني انت عاجبك اللي بيحصل ده؟ لا. كل واحدة تجوز بنتها او ابنها عايزة تاخد لها مفتاح للشقة؟ لا. ما ينفعش طبعا. مم. هو كده بتعمل مشاكل لابنها. مم. صح ولا لا؟ صح. زي ما هي ايام ما كانت متجوزة وهي صغيرة عاشت حياتها، هي برضه تسيب مرات ابنها تعيش حياتها. صح ولا لا؟ عشان ما يبقاش حرام عليها مم. وما تخربش بيت ابنها. صح يا حموزة؟ صح. يعني دي مشكلة من المشاكل اللي بتحصل بين المتجوزين، ويرجعوا يقولوا لا الست هي اللي غلطانة، لا الست ما عرفش ايه. لا، في على فكرة في يعني نسبة الطلاق بتحصل بتحصل من الحموات. مم. ماشي. مم. يعني انا لما اكبر هبقى حما. ماشي. هبقى حما لمرات حموزة ومرات خلودة. صح. انا من عمري ما هعمل كده. مم. انا هسيبهم براحتهم. ماشي. لما اروح لهم هستأذن قبل ما اروح. صح يا حموزة اللزوزة؟ صح. ايوه. ما ينفعش اصلا ان احنا نعمل حاجة كده. مم. بس متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة يا ولاد. إلية السطرة.